يا رب، يا رب ماليش غيرك. يا رب انت العالم بحالي. ربنا عمره ما هيكسر حد بيقول يا رب. ربنا عمره ما هيخذل حد رفع ايده للسماء وقال اللهم اشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي. بلاش تعاتبوا ربنا على اي حاجة وجعتكم. بلاش تعاتبوا ربنا وتقولوا ليه يا رب. بلاش لما يبعد عنك حد كنت انت بتحبه تقول لربنا ليه يا رب. لما انت عارف يا رب انه مش ليا ليه خليتني احبه. بلاش لما تخسر فلوس تقول ليه يا رب اشمعنى انا بالذات. ولا لما الناس تتخلى عنك، لما الدنيا تضيق عليك، لما صحتك تروح منك، اوعى تقول ليه يا رب. قبل ما تعاتب ربنا عاتب نفسك. عارف هتعاتبها على ايه؟ هتعاتبها على انك اعتقدت ان العزة والسعادة في اي حاجة انت حبيتها وتعودت عليها. ربنا بيعلمك ان العزة عمرها ما كانت في المال، واكبر دليل قدامنا قارون اذله الله بماله وخسف بيه هو وملكه الارض. العزة عمرها ما كانت في الملك، واكبر دليل فرعون اللي قال وهذه الانهار تجري من تحتي، فاذله الله بملكها وخلى الانهار تجري من فوقه يموت فيها غرقان. العزة عمرها ما كانت في الصحة. تعالوا شوفوا النمرود ازاي ربنا اذله عز وجل ببعوضة تدخل من انفه لرأسه بعد ما قال انا احيي واميت. عشان كده اسمعها مني، اوعى تربط عزتك وفخرك واعتزازك بنفسك باي حاجة في الدنيا. اوعى تربطها بمال ولا ولد ولا منصب ولا اشخاص ولا حتى صحة. الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي اعظم مدرسة. اسأل كل رجل تولى منصب واحل للمعيش. اسأل كل غني جرى عليه الزمن وافتقر. اسأل كل شخص كان بصحة ودلوقتي مريض مش قادر يتحرك. اسأل كل ام فقدت احد ابنائها. اسألوا كل دول، هم دول اللي هيقولوا لكم الحقيقة. هم دول اعظم مدرسة. هيقولوا لكم ازاي اتوجعوا واتقهروا لما فقدوا كل ده. هيقولوا لكم ان الدنيا مش مستاهله. هيقولوا لكم اوعوا تتعلقوا باي حاجه في الدنيا دي. خليك دايما عزيز لو الدنيا اخدت منك، وخليك برضو عزيز لو الدنيا ادتك. واوعى تحس بالعزه لما الناس ترضى عنك، وتحس بالكسره لما يبعدوا عنك ويسيبوك. خلي بالك، الايد اللي هتسقف لك وانت ناجح وقوي هتبقى هي نفس الايد اللي مش هتتمدلك وانت ضعيف ومكسور. عشان كده خلي عزتك في الله عز وجل. لو الدنيا سابتك انت عزيز، لو بقت معاك برضو انت عزيز. نفوس العظماء ما بتتغيرش. الدنيا تتغير من حواليهم وهم ما يتغيرش ابدا. فخليك واحد منهم مهما حصل. انت عظيم من جواك. العظمة مش باللبس ولا بالمال ولا بالمناصب ولا بالصحة ولا حتى بلمة الناس حواليك. اوعى يهمك رأي الناس فيك طالما ربنا هو سندك وظهرك. اللي بيتسند على ربنا استحالة حد يضره. اللي يخلي ربنا هو سنده عمر ما حد يقدر يكسره. صدقني، لو ملكت الدنيا وربنا تخلى عنك الدنيا هتهلكك. اصل الدنيا جند من جنود الله. فرعون وقارون والنمرود وغيرهم كلهم اعتزوا بالدنيا فأهلكتهم. كن مع الله تأتي الدنيا تحت قدمك راقعة، وأما الناس فهم كموج البحر لا ضرر منهم. كن ذليل في أعين الناس عزيز في عين الله عز وجل.